امرأة دخلت السوق تحمل سلة صغيرة تبحث عن قوت بيتها، توقفت عند بائع الخضر وسألته بهدوء: بكم الكيلو من فضلك؟ ابتسم البائع ابتسامة مريبة ورد بنبرة فيها لين زائد: من أجل عيونك، بنصف الثمن. تفاجأت المرأة ولم ترد بشيء، لكن قبل أن تتحرك سمع الناس صوت تاجر آخر بجانبه وهو يرفع صوته متظاهرا بالغيرة على الدين: يا امرأة، لا يجوز لك أن تمازحي البائع لتخفضي السعر. ألم تقرأي قول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ فجأة تجمع المرء وكل واحد صار يلقي كلمة لوم: أين حياؤك؟ اتق الله. هكذا تفسد النساء الأسواق. والمرأة صامتة لم تقل إلا سؤالا بريئا عن السعر. أما البائع صاحب الكلمة الباطلة فظل واقفا يبتسم كأنه بلا ذنب. عندها تقدم شيخ حكيم كان يراقب من بعيد: عجيب أمركم، المرأة لم تقل إلا بكم الكيلو، فكيف قلبتم الحقائق وجعلتموها هي المذنبة؟ أليس الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم؟ ثم أشار بإصبعه نحو البائع وقال: هذا هو الذي قصر، لم يغض بصره ولم يحفظ لسانه، ومع ذلك سكتتم عنه. وأنت يا من استشهدت بالآية، ألم تعلم أنها تشمل كل مؤمنة حين يكون الكلام فيه خضوع؟ فهل في قولها بكم الكيلو خضوع أو لين، أم أنكم تفسرون الدين على هوى الظن؟ أهذا هو العدل، أن تتركوا القوي وتلوموا الضعيف؟ وتابع الشيخ: الدين ليس للنساء وحدهن ولا للرجال وحدهم. خيم الصمت على السوق وبدأت العيون تنكس خجلا. أما المرأة فانصرفت في صمت، لكنها حملت في قلبها يقينا أن الله يعلم براءتها وأن الظلم لا يدوم.